لك حق مثل المعارضين، انت لوحدك فلك حق الاثنين انك تاخد وقتك فيه. مثلي الرد. أيوة. الوقت. بسم الله. اتفضل. هو مش سؤال، انت فاهم السؤال. المذيع اليومين دول ما عادش بيعمل دور، يعني انتوا بتقوموا بالواجب يعني. طيب القوة بتقول لك احنا موافقين على حاجات كتير من اللي جت، بس حسينا ان قرارات الرئيس فيها استحواذ واقصاء وديكتاتوريه. طب ليه دول تحديدا لو كان تم استبعادهم ما كناش خسرنا حاجه، وكنت قدرت اثر على اللي في محمد محمود، وكنت تجنبت خروج ودعوات للخروج بالملايين غدا واعتصام في ميدان التحرير ودعوات مختلفه من تيارات دلوقتي منتشره جدا، والبيانات اللي كلها طالعه بتدعو الشعب للخروج الى ميدان التحرير والاعتصام به. كنت تجنبت ده وما كانش هيفقدني الشيء بسلطتي التشريعيه، وانا عملت تشريعاتي التي توفر الحق للشهداء، تضمن محاكمه الفاسدين، تضمن محاكمه رموز النظام السابق دون ان اتغول على السلطه القضائيه والم كل شيء في ايدي واقول انا منزه عن الخطا ولا احد يراجعني، ما اقوله ليس فيه خطا. تفضل. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. بسم الله. هي مسألة ان انا منزه عن الخطأ وان اللي بقوله غير قابل للنقد، لا ده شعار انا هطرحه جانبا، وهقول ملابسات او هقول تدرج ادى بنا الى الحالة اللي احنا فيها الان. التدرج ده ان احنا امام احنا مش مرة واحدة فوجئنا بقرار الرئيس مرسي. كل المتابع للفترة الماضية هيعلم ان هناك من اصر، وانا لا اريد التسمية عشان برضو ما نخشش في قصة مهاجمة القضاء والكلام ده، انما هناك من اصر على إدخال البلاد في دوامة من اللا دستورية ومن اللا قانونية ومن بطلان الإجراءات بأن سنة ونص وأكثر، وكانت فيها القرارات أو كانت فيها عايز أقول الأحكام ربما تأتي في كثير من الأوقات موافقة لهوى من كان في سدة الحكم قبل الرئيس المنتخب. أما الآن فأنا أمام رئيس منتخب من أول لما تولى وحتى هذه اللحظة، مع كل قرار مصيري عايز ياخده، مع كل قرار ثوري، مع كل تغيير جذري يوضع أمامه العراقيل اللي من باب ومن عنوان اللا دستوري واللا قانوني والمخالف للإجراءات واللوائح، زي ما عمل قبل كده في عودة مجلس الشعب. احنا في حالة، عشان برضو انا بحدد كلامي، اليوم ده اللحظه اللي احنا فيها دي ما جاتش من فراغ، ده سبقها تسلسل في الاحداث، سبقها تسلسل بعضه كان لنا عليه انتقاد. انا انتقدت قبل كده القرار بتاع اقاله النائب العام، انتقدته لانه خرج بصوره ضعيفه هزيله لم تكن مدروسه دراسه جيده، لكن ما كانش حد مختلف على ان النائب العام عقبه حقيقيه في تحقيق العداله الانتقاليه، عقبه حقيقيه في فتح كثير من الملفات. يكفي الفضيحه الأخيرة بتاعة المهندس محمد عبد المنعم الصاوي أن يصل الأمر أن نائب عام كما قيل وكما ذكر المهندس محمد، نبعد عن القيل لأنها قيد التحقيق، هنسب القول إلى المهندس محمد عبد المنعم الصاوي في هذا الاتصال الهاتفي، والأمر مفترض أنه منظور أمام القضاء أن يصل الأمر إلى حد التهديد. لا، إحنا كده خدنا منحى خطير جدا. أنا عايز أفصل في القرارات وأقول أولا إحنا في حالة فراغ تشريعي، ويمكن أنا لست قانونيا إنما أتكلم من منظور السياسي. حالة فراغ تشريعي البلد دخلت فيها من أول حل مجلس الشعب حتى هذه اللحظة. أنا السلطة الثالثة، عشان نتكلم بقى على توازن السلطات صح ونتكلم زي ما الكتاب بيقول، أنا عندي سلطة ثالثة غائبة، سلطة ثالثة مش موجودة. أنا عندي وقت من الأوقات عشان برضو فكرة تداخل، أنا أحترم ما قاله الدكتور عبد الله في مسألة عدم السماح لتغول سلطة على أخرى وعدم السماح لتدخل سلطة على أخرى. أنا عندي تدخل صارخ من السلطة القضائية ضد عمل السلطة التشريعية. إبان مسألة الجمعية التأسيسية الأولى لما صدر حكم من المحكمة الإدارية بحل الجمعية التأسيسية الأولى، كثير من الفقهاء الدستوريين أفتوا بأن هذا عين التدخل من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية، ومع ذلك قلنا لا طعن ولا غيره، خلينا نعيد تشكيلها مرة ثانية. أنا بضرب بس مثال بأن وقت من الأوقات أهو كان في تدخل وتدخل عنيف من قبل السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية. أنا دلوقتي ما عنديش سلطة تشريعية أصلا، ولما أراد الدكتور مرسي في بداية عهده عودة لهذه السلطة التشريعية أبطلت المحكمة الدستورية فورا هذا القرار، وعادت مرة أخرى البلد تمشي على رجلين بدلا من ثلاثة، اللي هو السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبرضه مسألة السلطة التشريعية كانت منتهية أو في يد المجلس العسكري. الحالة اللي فيها الدكتور مرسي الآن حالة استثنائية، إن هو يجمع ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وإنه لا يستخدم السلطة التشريعية إلا في أضيق الحدود. هذه الحالة أيضا
امتى يستخدم فيها سلطاته التشريعية أصبحت مبهمة، لأنه واضح أن في إرهاصات والكل بيقرأ والكل بيتابع. في إرهاصات وتكلم عنها الكثيرون أن المحكمة الدستورية هتقضي بحل الجمعية التأسيسية، رغم أن قرار المفوضية العليا بالمناسبة بيقول أحقية استمرار الجمعية التأسيسية وقانونيتها. متوقع هذه إرهاصات كلنا قرأناها، حل التأسيسية، حل مجلس الشورى، إبطال الإعلان الدستوري السابق لرئيس الجمهورية، حلها عودة مرة ثانية. تعنت قضائي ولا القانون بيقول كده وتوجد مخالفة؟ أنا عايز أؤسس على ذلك، عشان كده كنت بتكلم من المنظور السياسي. عايز أؤسس على ذلك وأقول إيه؟ إن أنا الآن في مشكلة إجرائية ولا في مشكلة وصول حق. أنا امبارح بس كانت المظاهرات اللي طالعة في الشارع المحدودة، سواء في محمد محمود أو في القصر العيني، بتقول على مرسي إن أنت أخطأت وإن أنت لغاية دلوقتي ما جبتش القصاص، بتقول على مرسي إن المحاكمات محاكمات هزلية. ولما قبل كده طلع قرار إقالة النائب العام تم الاعتراض عليه عشان ده تدخل منه في السلطة القضائية. فأنا أمام قميص عثمان، اللي كان قميص عثمان بيخرج في أوقات ويدار في أوقات. لما هو خد قراره بإعادة المحاكمات، وأعتقد أن ممكن يكون الدكتور عبد الله والمهندس باسل متفقين معايا في الجزئية دي بتاعت إعادة المحاكمات مرة ثانية. ما هو ده من الناحية الإجرائية مش من حقه، مش حقه نعيد المحاكمات تاني. القاضي حكم خلاص، ليه يعيد المحاكمات تاني؟ هي إعادة التحقيقات، وهذا جاء يعني مفهوم. لا يا سيدي، هل من حق رئيس الجمهورية أنه يعيد التحقيق؟ من حقه انه يتدخل هذا التدخل؟ لا، بس الناس في الشارع بتغلي. اذا حكم شخص ما ينفعش يتحكم كويس، يبقى انا اذا لا انا عايز امسك دي. لا مش من حقه، لا مش من حقه. انا بتكلم على السلطه التنفيذيه. المحاكمات هقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه للمحاكمات اللي هي زي مثلا محاكمات مبارك والقضيه دلوقتي في النقض، يبقى ده لا زال هناك امكانيه لان هترجع تاني للجنايات، وبالتالي يمكن انا اتكلم عن احكام البراءه الغريبه اللي اخذها الكثيرون في موقعه الجمل. ليس من حق الرئيس، لو هنتكلم على اللوائح وعلى الاجراءات برضه عندك اجراء النقد يعني لا والناحيه الطبيعيه مش من حق الرئيس نفسه ان هو يتدخل. انما هو لما وجد بقى مطالب الشارع اللي بتتكلم على الدم، وان الدم راح هدر، وان فين القصاص، وان المحاكمات محاكمات هزليه، وان الادله ضاعت، طب ما هو خدها هي القرارات الثوريه اللي بتقول إعادة التحقيق. طيب ما توجد ما لديه صلاحيات أن يفعل ذلك بالقضاء. وعرقلة، ما هو بقول لحضرتك إن القضاء مش مساعد. القضاء طب هيجيب دوائر جديدة ولا هيعمل إيه؟ لا يا فندم، أنا بقول لحضرتك قراره نفسه بإعادة التحقيق، قراره نفسه بإعادة المحاكمات، قراره الدستوري وإعلانه الدستوري بتولي نائب عام جديد يشهد له كثيرون بالنزاهة ويشهد له الكثيرون بفضحه لتزوير في 2005 كمان، مش في 2010. هيفتح بارقة أمل أمام الناس. مسألة تحصين الجمعية التأسيسية، أنا عايز بس أوصل إن أنا مش فرحان إن الجمعية التأسيسية أو إن أنا عشان فيها إن مثلا كنا مهددين. إحنا وضعنا ما كانش إجرامي ولا كان وضعنا فوق الطبيعي أو فوق العادي، بالعكس إحنا كنا قاعدين بقوة القانون، كنا قاعدين جايين عن طريق ده. بقى الفرق ما بين الإجرائية الصحيحة وبين الوضع الشرعي الطبيعي المفهوم الفطري، اللي هو ان في 30 مليون ناخب نزلوا، هم ما كانش ذنبهم ان كان الاجراء خطأ او كان القانون غير دستوري. في بروسيس حصلت نزل فيها 30 مليون مواطن، انتخبوا مجلس الشعب وجابوا الراجل ده وجابوا الراجل ده بإرادة حرة بانتخابات نزيهة، جابت مجلس الشعب ومجلس الشورى، ثم فوجئوا بعد ذلك ان كان القانون يشوب العوار. انا بتكلم بقى في الناحية الإجرائية ولا في ناحية إمضاء الشرعية؟ ناحية إمضاء الشرعية إن مجلس الشعب ومجلس الهيئة المشكلة مجلس الشعب ومجلس الشورى جابت جمعية تأسيسية أولى، ثم جابت جمعية تأسيسية ثانية وتلافت فيها العوار اللي قالته المحكمة الإدارية، انسحب منها أعضاء الشورى، وأعضاء مجلس الشعب رضوا بأن هم خلاص بقوا أعضاء مجلس الشعب سابقين، والناس ماشية بقى لها 6 شهور بتطلع مواد، بنقبل من الناس اقتراحاتهم، بنقبل من الناس تعديلاتهم. الناس قبل ما ندخل بتقول إن اتاخد منها ألفاظ بعينها وتعدلت، وحتى هذه اللحظة بيقبل تعديلات وبيقبل اقتراحات. المواطن في الشارع هو همه الناحية الإجرائية السليمة ولا همه الحق وهم الوصول إلى الناحية الشرعية؟ الذين انسحبوا مش كلهم مختلفين على الطريقة الإجرائية فقط، ولكن مختلفين على حاجات كتير تم الاتفاق عليها. أنا شاهد عام جوه الجمعية التأسيسية، لما برضو الكلام بالمعنى الدارج بقى، معلش النهارده يوم حماسي ثوري، لما بالمعنى الدارج في الإعلام اتأفور الموضوع واتقال القوة المدنية كلها تنسحب من الجمعية التأسيسية، كلام غير صادق وغير صحيح. ال 15 عضو مع كامل احترامي لهم لازال جوه الجمعية التأسيسية من يمثل التيار الليبرالي. 15 عضو لازال جوه الجمعية
الجمعيه التاسيسيه كام 20 دلوقتي بعد انسحاب فاروق جويده ونقيب الصحفيين. انا بتكلم على من قيل عنه انه تيار ليبرالي، لازال جوه الدكتوره منار الشرباجي، لازال جوه الدكتور جمال جبريل، لازال محمد عبد العليم داوود مع حفظ الالقاب، لازال محمد كامل. اقصد ان هذه العقليات ما هي عقليات ليبراليه برضه وجدت ان قدر من التعنت الكبير مورس ضد هذه الجمعيه التاسيسيه، ومع ذلك قلنا برضه ان لازال الباب مفتوح امامها للمناقشه للمحاوره. مقال وائل أنديل ازاي يمر مرور الكرام اللي بيتكلم فيه ان هو كان له كلام مع احد الاعضاء البارزين المنسحبين وكان بيقول له هذه المسوده لم تحدث في تاريخ مصر من قبل، يعني بيثني عليها وبيرفعها لمكانه كبيره جدا، بيقول له بس احنا بنبتزهم عشان نخرج منهم مكاسب اعلى. ده مقال وائل أنديل في الشروق اول امبارح، وهو بيقوله من باب الضمير الوطني ان ازاي يبقى الامر في هذا القدر من المساومه وهذا القدر من الابتزاز. السيد عمرو موسى كان بيطرح الماده وبعد كده يتراجع عنها، يطرح الماده ويصر عليها ويدافع عنها ثم بعد ذلك ياتي ويتراجع عنها. الناس مضت بنفسها 4 مواد خلافيه، الماده الثانيه، الماده الثالثه الخاصه بشؤون المسيحيين واليهود، الماده الرابعه الخاصه بالازهر، الماده 220. الناس مضت على ذلك. قالوا ان لا زال في اتفاق ولا زال في مواد ثانيه، بس انا بتكلم على الورقه دي. ثم ياتوا بعد ذلك ويقولوا الماده 220 ماده تمييزيه او الماده 220 ماده طائفيه. طب ما انت مضيت، انت في 2 من الكنيسه، الدكتور ادوارد والمستشار منصف، الاثنين مضوا، والسيد والدكتور ايمن نور مضى، الدكتور وحيد عبد المجيد طبعا مضى. كل الاسماء التي ذكر اسمها على لسان الاستاذ نادر بكار لها اي مداخله، لها اي تعليق على هذا؟ انا بتكلم في فاكت. نعم. مضيت ولا ما مضيتش؟ ماليش دعوه. طب هو انا من حقي امضي وبعدين ارجع انا نفسي عاوز يبقى تقول كده، يبقى تقول. وانا كتبت الكلام ده في مقال نشر اليوم، ان قول للناس انا مشكلتي في الوضوح، قول للناس ان انا لي ان اللي انا كتبته مش صح، انا اتراجع واتمسك بمبادئي، بس ما تقولش الناس ما كانش فيه اتفاق، او ما تقولش الناس ان احنا بنفخخ الجمعيه او احنا واخدينها في طريق مجهول. هذا ليس صحيحا. اخيرا عشان بس ما اخدش وقت اكبر من المتاح ليا، وان كنت حضرتك قلت لي ان انا ليا لو انت ليك مثلي وبعدين عليك طلب اعلامي فعايز اطلعك يعني. انا عايز رئيس له صلاحيات. أنا أعي اللي بيقوله الأفاضل ولا أشكك في ضمائرهم أبدا أنه خايف من إعادة إنتاج الدكتاتورية، أتفهم ذلك، بس أنا عايز رئيس غير مغلول اليد. أنا كل ما بكلم الناس بتقول لي فين قراراته، فين ثوريته، فين المحاكمات، فين القصاص؟ بقالنا 1.5 سنة كل الناس بتطلع براءة، كله بيطلع براءة. طب أنا أسألك إيه المانع أن تكون هناك قرارات؟ يعني الناس بتشتكي من الجوع، من ظروف اقتصادية كويس، يبقى أنا أشياء كثيرة وأنا بعرف محتاجة قرارات. خلاص يبقى معاك أهو، يبقى نبدأ أهو. انا معاك، انا عايز يبقى له صلاحيات عشان اعرف احاسبه بعد كده، بيسموها حق الفرصه الكامله. ايه علاقه الصلاحيات بحمايه مجلس الشورى؟ لا مثلا مجلس الشورى يعني مجلس الشورى بيمثل ايه؟ فانا بعمل الهيئه الوحيده المتبقيه المنتخبه من قبل الشعب اللي ممكن تقف ولو نظريا. ليه معنى قانوني، لو اتهد التاسيسيه تقع جنبه على طول. ولو هي الفكره هنا ان هيبقى المجلسين اللي انتخبوهم مش موجودين، هو في المكان في مشكله، فهي ليها عوار جوه التاسيسيه. طيب نكمل انا معجب بكلام استاذ نادر، دايما ببقى مبسوط الحقيقه من السرد وكده، يعني بتحس ان انت مش في مصر الحقيقه. اتفضل يا استاذ. اتفضل. المجلس الشورى، لا والله انا بحاول اتكلم بصدق قدر المستطاع، وان يكن خطا فمني ومن الشيطان الله منه براء. مش كلام مقدس، يقبل الصواب ويقبل الخطا أكيد. بس انا بتكلم باللي اشعره. انا بقول لحضرتك الانتقاد انتقدت كثيرا، وانتقدت بحاول انتقد انتقادا ايجابيا. قابل الاعلان كله على بعضه. يوم اسيوط قلت مثلا ان التعويضات اللي تمنح للضحايا تعويضات هزيله، وان الديه الشرعيه بتقول على الاقل 750,000 جنيه. ده انتقاد، وبنتقدك انتقاد ايجابي عايز اوجهك بيه. انما هذا اليوم لا، انا شايف ان هذا القرار تاخر كثيرا. كان قرار لابد ان يؤخذ من البدايه، كان لابد ان يؤخذ بدل مساله الترقيه ومساله سفير الفاتيكان والكلام ده. النائب العام وقف حجر عثره امام كثير من القضايا ان تحل وان ينتزع الفساد من جذوره في مصر انتزاعا. انت ترى ان النائب العام هو كان المشكله؟ لا، كان احد اهم اطراف المشكله. لذلك قرار اليوم تأييدي له وتأييد الحزب له تأييدا مطلقا لأجل هذه النقاط الأساسية بلا أي تحفظ. يعني تأييد كل يوم ليس لديكم أي تحفظ؟ ما فيش حد بأيد حاجة بلا أي تحفظ، إنه مش قرآن يقبل. وأنا أقبل إن الست الدكتور الفقيه الدستوري يقول لي في غلط هنا وفي غلط هنا، أقبل إن ده كلام بشر، لكن التوتال المجمل موافق عليه. طيب أنا بشكرك جدا. أنا زي ما التزمت معاك أنا مش هأخرك، هطلع فاصل بعد